سألت حالك من قبل شو ممكن تحس بلحظة اصطدامك وانت عم تسوق؟ شو بتحس بالضبط بهي الثانية؟ اليوم رح نمشي سوا بهاللحظة، لحظة بتفصل بين عادي ولا عادي، دقيقة واحدة بس بتكفي خلي كل شي يتبدل. بهالفيديو رح نحكي شو بيحصل قبل الصدمة، شو بيحصل بجسمك، وشو البصمة اللي بتضل بعد الحادث. تابع الفيديو للنهاية لأنه بدي أقلك مسج، ويلا نبلش. قبل الاصطدام اللحظة الهادية، بلحظة كل شي ساكن، بتكون عم تسوق بهدوء، الطقس طبيعي، بتشوف حدا بالاتجاه المعاكس جاي باتجاهك، ضوء مفاجئ، صوت عجلات، وبلحظة بيحصل الاصطدام. بلحظة الاصطدام جسمك بلا وعي، حديدي بيصطدم، الصوت عالي جدا بس انت ما بتسمعه، نبضك بيسبق الزمن، الجسم بيهتز بدون إذن، الدماغ بيقفل كل شي بس بيخليك تكمل. بتحس انك بعالم تاني، كل شي حواليك ابيض او مظلم او بلا لون، ايديك بتهتز، نفسك بيتقطع بس القلب لسه شغال. بعد الاصطدام الصوت بيوقف، شي بيختفي ببطء، وجع ما بتحس فيه بلحظة نفسها بس بيجي، مكانك، ملامحك، نفسك، دمك، احساسك، وعيك، كله بيختلف وكأنه الزمن وقف فيك، بس كلهم بيحاولوا يكملوا. وقت الصدمة الدماغ بيطلق سيالة دفاع، شي بيوقف الوجع مؤقتا وبيشغل كل حاسة ممكنة تتكمل النجاة. وإذا نجيت من الحادث احتمال تصيبك نوبات هلع، في ناس بتمشي بعدها عادي، في ناس بيتكونوا كأشخاص جديدة، شخصية جديدة مختلفة عن يلي كانت قبل. بعد الحادث الدماغ بيسجل كل لحظة مخيفة بتفاصيلها وبيحتفظ فيها كأنها لسه عم تحصل. وهيك الشخص ممكن يصير يخاف يسوق، يتجنب الأماكن اللي فيها الحادث، بتحس بضيق نفس دائم أو نوبات هلع حادة. ذكريات مفاجئة بتخلي الشخص يعيش الموقف من أول وجديد. العلماء بيسموا الحالة نوبة هلع بعد الحادث، وهي حالة حقيقية وبتحتاج علاج نفسي أحيانا بشيء يسمى العلاج السلوكي أو جلسات لتخفيف الصدمة. المسج اللي بدي أوصلك يا كل ما تحمل موبايلك وانت عم تسوق أو تسوق بسرعات عالية، لازم تكون على يقين إنه في حدا بيحبك عم يستناك بالبيت. كان معكم محمود، لا تنسوا الدعم بلايك والاشتراك، مهم لنكمل هالنوع من الحكايات. وإذا بتحبوا نحكي عن موضوع تاني اكتبوا لي بالتعليقات، وسلام.